السلام عليكم، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم عبد الله. في حلقه النهارده هنتعرف ازاي نعمل تطبيق قصص الانبياء بشكل احترافي. التطبيق بيشتغل بانترنت، بيدعم التحميل وكمان بيدعم زر الاعجاب. هنعمل التطبيق بشكل بسيط جدا ومش هيبقى فيه اجزاء تانية من الفيديو، هيكون الجزء ده بس. وكمان مش هتلاقوا اي حد شرح الطريقه دي قبل كده، ولا في مشروع ولا حتى موجوده في فيديو. فالفيديو ده حصري على قناه الحبار المصري. ما تنساش تدوس لايك واشتراك في القناه. وبشكركم من كل قلبي على الدعم الجميل اللي انت عملتوه لي الفتره اللي فاتت، وبشكركم جدا على التعليقات الجميله ديت. يلا نخش في الشرح ونفتح التطبيق. زي ما انتم شايفين كده، دي واجهه انتظار بتستنى لحظات عشان لو التطبيق ما فيهوش نت التطبيق ما يحملش. تمام، دي واجهه انتظار. وزي ما انتم شايفين، اول ما يتاكد ان في نت يبقى محمل معاه التطبيق. زي ما انتم شايفين كده، ده تطبيق قصص الانبياء في قلبه 19 قصه زي ما انتم شايفين، والرقم مكتوب. وده الشيخ نبيل العوضي. طبعا احنا لو ضغطنا على اي قصه موجوده في القصص هنقدر نشغلها عادي بشكل اوتوماتيك. زي ما انتم شايفين كده، هنستنى لحظات لغايه ما تحمل. تمام. عندك هنا زر الاعجاب، وبيظهر هنا الاعجاب، وحتى لو خرجت من التطبيق الاعجاب ما بيفصلش. طبعا زي ما نشوف كده الصوت اشتغل معانا عادي، مفيش اي مشاكل. وهنا لو ضغطنا على التول بار هتلاقيه يشتغل معانا بشكل جميل كده، بيلف حوالين الصورة. وده مدة تشغيل الفيديو عادي، او تشغيل الصوت اسف. ولو ضغطنا هنا كده بالشكل ده على زر التحميل هيظهر معانا الصفحة ديت. طبعا استنى لغاية ما الشريط يحول حواليها. هتقدر تضغط على الثلاث نقط وتحمل عادي القصة من داخل التطبيق. تمام كده، يلا بينا بقى نفتح تطبيق سكتش وير. هنبدأ ننشئ مشروع جديد. هتكتب أي اسم أنت عاوزه. أول حاجة نعملها زي ما اتعودنا، هنضيف صفحة الويب. بص بقى، أنا عاوزك تفهم حاجة مهمة أوي. زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت، إن صفحة الويب إحنا بنستخدمها بس عشان بنستخدم ملفات HTML. يعني الملفات ديت لازم نلاقيها مستعرض، والمستعرض بتاعها في سكتش وير هو صفحة الويب، عشان نقدر نفعلها على سكتش وير. فصفحة الويب هو ده بس تخصصها، يعني احنا مش هنضيف روابط والكلام الفاضي ده. تمام. الملف وكل حاجة هي خاصة بالقناة بتاعتنا، مش موقع موجود على جوجل واحنا خدنا الرابط بتاعه. تمام. تمام أوي. اولا ما تنفذش نفس الشرح اللي موجود في الفيديوهات اللي فاتت، لان الفيديو ده خاص شويه. زي ما قلنا هو بيدعم خاصيه التحميل وخاصيه الاعجاب، فمعنى كده ان في ملفات زياده هنضيفها. يعني لو فتحنا الملف معانا بالشكل كده هتلاقي معانا هنا 4 ملفات. طبعا في الفيديوهات اللي فاتت هم كانوا ملفين بس، الكود وملف ال HTML، اما هنا 4 ملفات. فتابع الشرح كويس عشان ما يظهرش معاك اي مشاكل. تمام. احنا هنا ضفنا صفحه الويب. هنبدا بقى نضغط هنا، بعد كده نضغط هنا ونكريت، وتضغط هنا على علامه الزائد او العلامه اللي تحت ديت. اول حاجه هنضيفها، هنضيف السورس كود، البلوك الخاص بالاكواد. تاني حاجه هنضيف البلوك الخاص باليو ار ال اللي هي بتاعت الروابط. طيب نحط بقى هنا، نعلم هنا صفحه الويب. اول حاجه نعملها هنجيب الكود الاول. طبعا الكود الاول هو عباره عن رابط، بس زي ما انا وريتك في الفيديوهات اللي فاتت، لو خدنا الرابط ورحنا للمتصفح مش هيظهر معانا اي حاجه. يعني الرابط ده بس عشان نعرف الويب ان احنا معانا كود HTML. حتى لو بصيت هنا في الاخر الامتداد بتاعه HTML. تمام. ننسخ الكود ده كله، خد الرابط ده كله على بعضه كده زي ما هو، ومش مصدق خد برضه الرابط وروح للمتصفح وجرب بنفسك. تمام. ضفنا هنا الرابط ده زي ما قلنا هو تعريف للويب، ان احنا معانا ملف HTML وعاوزين نفتحه في المستعرض الخاص بالويب. تمام. طيب نيجي بقى للكود التاني. الكود التاني ده خاص بكود التحميل. طبعا الملف HTML لو استخدمته لوحده على المحرر HTML هيفتح معاك تحميل من غير ما يحتاج الكود ده. اما احنا هنا في سكتش وير هنحتاج الكود عشان نقدر نفعل ميزة التحميل. تمام. خلي بالك ان صفحة الويب هنا برقم 1، فلو هتغيرها في الكود، وهتغيرها في الكود الاول، في الاول والتاني. تمام. جميل قوي. نيجي بقى للمرحلة التانية. هتضغط هنا على علامة الزائد، بعد كده تجيب ديت. تمام. اللي انا هعلم عليها ونضيفها. بعد كده نجيب الكود الثالث ونضيفه فيها. نجيب السورس كود الاول اللي هي البلوك بتاعت الاكواد، ونضيف الكود الثالث. طيب الكود ده بتاع ايه؟ اللي هو الكود الثالث. الكود ده زي ما شفنا في اول الفيديو، واحنا بنضغط على زر التحميل بيروح ظاهر لنا صفحه تانية غير الصفحه الاساسيه. فلو جينا نعمل رجوع على طول هيروح خارج من التطبيق. فالكود ده عشان ما يخرجش من التطبيق رجعنا للصفحه الرئيسيه تاني. تمام.
خلاص بقى كده نجي بقى الخطوه المهمه، وهي خطوه اضافه الملف. خلي بالك هنضغط هنا كده، بعد كده هنضغط هنا وهننزل تحت. طبعا بعد ما تحمل الملف هيبقى عندك في داونلود، طبعا هنحطه هنا في ملف تاني. انت هتلاقي الملف كله على بعضه اللي هو بتاع قصص الانبياء، هتلاقي كله برابط مباشر. خلاص ضفنا الملف، نعمل بقى تثبيت للتطبيق. طيب هنسرع المشهد ده زي ما انت شفتوا كده، التطبيق اتثبت معانا من غير اي مشاكل. تمام، نعمل تثبيت، نسرع المشهد ده كمان، نعمل بقى فتح للتطبيق. وزي ما انتم شايفين كده، دي صفحة الانتظار اللي قلنا عليها، وادي واجهة التطبيق. لو اخترنا قصة كده نشغلها، مثلا قصة سيدنا هود عليه السلام، بسم الله هنستنى الرحمن لحظات. الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، وزي ما انتم شايفين كده اشتغل معانا من غير اي مشاكل. وادي زر الاعجاب، وادي زر التحميل، اسف. طبعا زي ما قلت التحميل هيبقى ان شاء الله مباشر من داخل التطبيق. وبكده وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدوسوا لايك واشتراك في القناة. ولو عاوزين تعرفوا ازاي تعدلوا في الملف وتضيفوا صور ونغمات جديدة او حاجات تانية غير قصص الانبياء، اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله ننزل شرح للموضوع ده. كان معكم اخوكم عبد الله من قناة الحبار المصري. سلام.